السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم النهاردة الفسيخ او ملوحة بالسمك البوري. احنا جبنا السمك وغسلناه وصفيناه، سايبينه كده يقف كده بعد الغسيل انه يتصفى كده، ما يبقاش فيه اي مية ولا اي حاجة. تمام. نمسك سمكية كده ونبتدي نضغط عليها كده كأنك بتعملي لها مساج كده. هبتدي انشفه، مش محتاجه ان يكون في ميه خالص. هنشفه بالشكل ده، والخياشيم برده كمثل كده. انا كده نشفتهم كلهم، خليت فيها ميه لا من بره ولا من جوه، ونشفت الخياشيم كويس. الخطوه ديت هنعمل كده، نجيب ملح، كركم، معلقه شطه اختياري للي يحب، بس كده. بسم الله. تقدري تجيبي الكميه اللي انت عايزاها وتعمليها بالشكل ده. بس نتبلها يمين وشمال، وافتحي الخياشيم وحطي فيها الملح كده. وابتدي ارصهم عكس بعض. وحطيت فيهم شويه ملح من اللي احنا كنا متبلين بالشكل ده. نبتدي بقى دلوقتي، ده اهم حاجه هنعملها، ان احنا لازم نقفلها كويس، ما يبقاش فيها اي هواء. يعني لازم نحاول نقفلها كويس، ما نخليش فيها اي هواء. ضروري يا جماعه كده. وبصوا لفتها في كيس داخل كيس داخل كيس، ما يبقاش فيها اي هواء خالص. اهم حاجه في نجاحها ان ما يبقاش فيها اي هواء، ان تكون محكمه الغلق وما يكونش داخل فيها اي هواء. بالشكل ده كده هربطه. وهجيب شنطه كمان، دي كيس كمان اهو في الاخر خالص اهي. بعد ما لفيته 3-4 اكياس، او لو عندك ورق استرتش هيكون افضل طبعا كده بالشكل ده. هشيلها لمده 15 يوم، لان احنا دلوقتي في الشتاء هتاخد 15 يوم، لكن لو ما كناش في الشتاء كانت ممكن تاخد اسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح النهارده الفسيخ، هو كده بقاله 17 يوم. هنشوف اخباره ايه. طبعا احنا لفينه في اكياس كتير عشان خاطر الهواء ما يوصلوش. عايزه اقول لكم الريحه جميله 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 جميله. بسم الله. نشوف كده الاخبار ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. زبدة هي يا جماعة ما شاء الله. الله الله، جميل جميل جميل. بسم الله. احنا هنا فتحناها، شلنا الديل والراس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله، احمر ازاي وجميله ازاي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. زبده زبده، ايه الجمال ده ما شاء الله، ولا قوه الا بالله. بسم الله. بس دايبه دايبه دوب كده، ما بقالهاش غير 17 يوم بالظبط. بقالها 17 يوم بالظبط. احط عليها بقى زيت وليمون وخل والبصل.